إيه اللي هيحصل لو انفجرت قنبلة نووية؟ تخيل معايا دلوقتي بلد مساحتها 2500 كيلو متر مربع وقع عليها قنبلة نووية. مدى أو مساحة قلب انفجار القنبلة يعتبر من مكان السقوط لحد كيلو متر ونص. المكان ده بيظهر في وقت الانفجار دوائر حمراء كبيرة، وبينتج عن كده درجة حرارة عالية جدا. يعني لو رحنا مكان زي هيروشيما حصل فيه كده، هنلاقي التراب من كتر ما درجة الحرارة عالية جدا بقى زي الزجاج. يعني باختصار أي شيء في المنطقة دي بينصهر، التراب بينصهر، الحديد بينصهر، حتى سكان المنطقة بيدوبوا بيختفوا تماما. أما بقى على بعد 5 كيلو بيظهر زي الصدمة بتكسر كل حاجة، زي الزجاج، المباني، أجهزة الاتصالات بتتقطع، الكهرباء بتنتهي. يعني وقت الانفجار بيحصل ضوء كبير جدا، وبعدها بيحصل العكس، إن بيحصل ضلمة كبيرة جدا. يعني في ثانية كأنك كنت في النهار بقيت في الليل. بالإضافة كمان إن ممكن يحصل زلزال يوصل ل6 ريختر. أما بقى على بعد 30 كيلو متر من قلب الانفجار، أي شيء في المدى المنطقة دي هيتعرض للاحتراق. كل ما بتقرب من قلب الانفجار كل ما بيكون تأثير الاحتراق أعلى، لدرجة إن ممكن الجلد ينصهر. أما كل ما تبعد فتأثير الاحتراق ده هيقل عليك، وكمان فرصتك للنجاة بتبقى أكبر. طيب هل المشكلة بتقف بس وقت الانفجار؟ لأ، ده كمان آثار الانفجار ده بيمتد لعشرات السنين بعد كده. وأشهر مثال حادثة هيروشيما وناجازاكي. الحادثة حصلت من 70 سنة، مات بسببها وقت الانفجار 100,000 شخص. بعدها مات برضو كمان 100,000 شخص. هتقف هنا؟ لأ، هتعدي السنين وبعدها بيمتد الأثر ويتسبب في موت 300,000 شخص. يعني في ناس بتتعذب على مدار السنين بسبب آثار القنبلة قبل موتهم، ده بسبب بقى إصابات خطيرة، السرطان وأمراض زي كده. كمان الحمل بالنسبة للستات بيكون صعب جدا، يا إما بيجهضوا يا إما بيخلفوا أولاد عندهم مشاكل كبيرة جدا. فالرعب الحقيقي مش بس وقت الانفجار، لأ، ده كمان بيمتد لآلاف السنين بعدها.